خلينا نبدأ الفيديو ده بحقيقة قد تكون صادمة شوية. تعرف إن في سوق رأس ماله يقدر ب 13.2 بليون دولار لسنة 2022، والسوق ده للأسف معظم المحتوى اللي فيه مبني على حقيقة إنك تكون غير راضي عن حياتك، حاسس إن الدنيا متلخبطة. وللأسف هو مش السبب الوحيد في مشكلة أو دوامة محتوى الإنتاجية أو اللي بيسموها التنمية البشرية، ولكن هو واحد من أكبر أسباب الدوامة دي اللي ناس كتير بتتحط فيها. وحقيقة فكرة الفيديو ده جات لي إن أنا كنت محطوط في المحتوى ده بقالي فترة طويلة، فيلا بينا ندخل في الفيديو. معكم سيف أحمد، طيب في رابعة طب اسكندرية. هنتكلم النهاردة عن الجانب المظلم للتنمية البشرية. خلينا الأول نتكلم يعني إيه أصلا محتوى التنمية البشرية. التنمية البشرية أو الإنتاجية أو الكلام ده كله هو محتوى الهدف من معظمه مش مخاطبة مشاكل نوعها فكري، زي مثلا انك ازاي تفهم حاجة معينة في جسم الانسان في علم الاحياء، او ازاي تحل مسألة رياضية في علم الرياضة، ولا بتخاطب مشاكل فيزيائية زي مثلا ازاي تمارس رياضة معينة، ولكن هي بتخاطب مشاكل عاطفية. وبالمناسبة احنا عندنا علم بمعظم الحاجات اللي بتتقال اصلا في الكتب دي. ازاي؟ يعني على ابسط مثال خالص، مين ما يعرفش ان مهم جدا ان انت المفروض تنظم وقتك، او مين ما يعرفش ان انت لازم توقف العادات السلبيه اللي عندك وتحط مكانها عادات ايجابيه. كلنا نعرف المعلومات دي، بس هل كلنا بنطبقها؟ المثير للاعجاب في النوع ده من المحتوى هي الطريقه اللي بتتفرش بيها المشكله، الطريقه اللي بيسيستم لك بيها الموضوع، بيفهمك ازاي المشكله دي موجوده وايه الابحاث اللي ورا الاضرار بتاعتها والكلام ده كله، ويحط عدد من الحلول المقترحه تناسب فئات مختلفه من الناس، لان في الاول وفي الاخر الحل اللي هيناسبنا انا مش زي الحل اللي هيناسبك انت، مش زي الحل اللي هيناسب ناس تانية. فبس كده. طيب في الحقيقه النوع ده برضو ليه اشكال تانية كتير. طيب ايه الاشكال دي؟ عندنا اولا كتب عن تنظيم الوقت زي Getting Things Done مثلا، كتب عن علم العادات زي مثلا كتاب The Atomic Habits، كتب ليها علاقة شوية بعلم إدارة الأعمال زي The 4 Hour Week أو Rich Dad Poor Dad. وطبعا المحتوى بتاع انت جامد، انت هتكسر الدنيا، اكيد ده نوع من انواع التنمية البشرية على طول بسمعه. يعني في الحقيقة مش قوي كده، لأن للأسف سواء عن وعي أو عن غير وعي النوع ده من المحتوى بيستغل احتياجنا كبشر لفكرة إن إحنا نسمع كلام تحفيزي، بيستغل إن إحنا دايماً بنفقد الشغف، إحنا مش قادرين نشتغل، ونقول طب ما أسمع الكلمتين دول وأشتغل بقى دلوقتي جامد جداً، فتسمعهم وتسمعهم بدل ما المفروض تعمل شغلك الأساسي. ده حاجة. والحاجة التانية ان اصلا مفيش تنميه في الموضوع. فين التنميه في ان انت تسمع ان انت هتكسر الدنيا وان انت جواك طاقه وبرضه للتوضيح فيديوهات زي مثلا الكتاب المشهور للدحيح بتاع ما تستناش المكتب يترتب او الساعه تبقى رقم قابل 60، ده فيه مجمله نصيحه ان انت ما تستخدمش الحاجات دي كحاجه للتسويف، مش مجرد كلام تشجيع وخلاص. فاحنا يعني تاني احنا مش ضد النوع ده من الكليبات، ولكن المشكله الاساسيه في الكلام التحفيزي البحت وخلاص. طيب نرجع تاني لانواع المحتوى بتاع التنميه البشريه او الانتاجيه او ايا يكن. النوع الرابع معانا هو علم اكتر رايح ناحيه علم الاجتماع، زي الكتابين دول مثلا، كتاب سوشيال انتليجنس وكتاب سراوندد باي سايكوباث. وعندنا مشتق منها حاجه برضو ليها علاقه بعلم الاجتماع وداخله شويه على علم النفس، زي علم لغه الجسد، زي كتاب مثلا مرجع اكيد في لغه الجسد او The Definite Book of Body Language. والنوع الخامس معانا هي النسخه الخرافيه الما وراء طبيعيه من علم الاجتماع، وهي اللي بتتكلم عن الطاقه الميتافيزيكانيه وطاقات الكون والكلام ده كله، زي كتاب The Secret مثلا. في الحقيقه وجب التنبيه ان تاثرنا باللي حوالينا، تاثرنا بالمناخ اللي حوالينا، تاثرنا بمشاعر الناس التانية حقيقه بناء على ابحاث كتير، والموضوع ده مفيش عليه اختلاف. ولكن طاقه الكون وطاقتنا الداخليه والعلاج بالطاقه ما اظنش ان انا محتاج ادخل في تفصيل عشان اثبت انها غلط. طيب واضح من الكلام كده بعيدا يعني عن الطاقه دي
يعني الحاجات دي مفيده. امال ايه البدايه اللي بادئ لي بيها دي عشان تشدني اتفرج؟ ها، في الحقيقه الدنيا مش وردي قوي كده. المشكله تكمن في اكتر من حاجه. الحاجه الاولانيه هي المحتوى الكتير جدا الموجود على النت، وده للاسف في كتير منه بيكون مجرد نابع عن خبرات شخصيه، غير مش ابحاث علميه، مجرد خبرات شخصيه قد تختلف من شخص للتاني. في الاول وفي الاخر مشاعري وشخصيتي والكلام ده كله بيختلف من شخص للتاني، لان احنا مش بنتكلم في قوانين فيزيائيه مسبقه. المشكله التانيه معانا هي الادمان. الادمان اه انك تستبدل بدايه الشغل الفعلي بحل سريع من انت تقرا كتاب ورا التاني ورا التالت بدل ما تبدا فعلا شغل. والنقطة التانية منه هي جرعة التحفيز والدوبامين اللي بتحسها بعد ما تخلص الكتاب. تحس انك انجزت، تحس انك هتكسر الدنيا. يوم، يومين، اسبوع، اسبوعين، والمفعول يروح. فتقرر انه لا، هتجيب كتاب تاني تقراه ونعيد نفس الدايرة دي تاني. وهي دي واحدة من اكبر المشاكل الاستهلاكية في السوق ده. والنقطة الثالثة اللي برضو ليها علاقة بالسوق وهي بيع الأمل. في الحقيقة خلينا نرجع بقى نفتكر الرقم اللي احنا قلناه في الأول، 13.2 بليون دولار. الفكرة كلها إن مين اللي عادة بيلجأ للمحتوى ده؟ هو شخص اللي حاسس إنه عايز يطور نفسه، حاسس إن حياته مش مرتاح فيها، فبيبدأ يدور أكتر في الموضوع، إزاي أنظم وقتي، إزاي أرتب الدنيا، ويبدأ يدخل في التفاصيل. في محتوى كويس وفي محتوى هيفيدك فعلا، سواء على اليوتيوب، سواء على الكتب، سواء في الكلام ده كله. ولكن على الرغم من ان في حاجات كويسه فعلا، ففي برضه المشكله الرابعه معانا وهي البعد السياسي للتنميه البشريه. المهم المقصود بالنقطه دي هي ان تحويل كل اللوم، تحويل كل المشاكل عليك، ان تبقى انت السبب الوحيد في كل اللي بيحصل، وطاقتك الميتافيزيائيه الناريه جدا شكلها كده بتبقى سلبيه قوي اوقات انتشار الفساد. طيب كفايه سياسه كده وندخل على النقطه الخامسه. النقطه الخامسه معانا وهي معضله الانتاجيه. يعني ايه؟ يعني الفكر بتاع ان هو اشتغل كسر الدنيا ومش عارف ايه، والشغل ده والتعب جدا ده هو العامل الوحيد في الكون كله اللي هيخليك تنجح. وفي الحقيقه الشغل مهم والعمل الجاد مهم لو اتحط في الاتجاه الصح، دي اهم حاجه. ولكن خليك فاكر ان الهدف من الانتاجيه، الهدف من ان انت تنظم وقتك، الهدف من ان انت ترتب حياتك، الهدف من القصص دي كلها هو ان انت تحقق احلامك وفي نفس الوقت تلاقي وقت لنفسك. دي اهم نقطه لازم تبقى حاططها دايما في دماغك وانت في المحتوى ده، وما تنجرفش قوي مع الحته بتاعت ان انت تكسر الدنيا وما تنامش ومش عارف ايه والكلام ده. طب ايه ابقى المحتوى ده خالص؟ لا، الصح ان انت اولا تخلي بالك من المعلومات اللي انت بتسمعها. مش كل طريقه حد هيقول لك نفعت معايا وكسرت بيها الدنيا يبقى هتنفع معاك. في الاول وفي الاخر زي ما قلنا دي حلول في معظم الاحيان بتكون شخصيه، خلاص في اختلافات في شخصيتنا، في اختلافات في الظروف المحيطه، في اختلافات اصلا في اسباب المشكله نفسها. طيب الحاجه الثانيه انك تفرق بين اللي عايز يخليك تفضل مشدود وخلاص، بين اللي بيقدم لك مجرد كلام ما تحسش ان فيه فايده، وبين اللي فعلا بيقدم لك قيمه انت حاسس انك مستفاد منها. والنقطه الثالثه وهي انك تبدا، ما تستناش سلسله كتب تخلصها، وما تستناش حاجات كتير تقراها عشان تبدا. وده هيكون الهدف اصلا من القناه دي ان شاء الله، هو ازاي تبدا. هيكون في مجالات كتير، انا ممكن جربت كذا حاجه منها، وازاي تستمر وتستثمر اللي انت بداته ده من الاول. ده الحاجه الاساسيه في القناه، وهيبقى فيه شويه يعني خرافات طبيه في المجتمع كده ايه زياده على الموضوع. وبس كده، دي الفكره الاساسيه من القناه بشكل عام. هسيب اكتر تفاصيل في الوصف بتاع الفيديو لو حابب عايز تعرف اكتر. وبما انك وصلت لحد هنا فحابب اشكرك على وصولك لهنا. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، سبسكرايب لو حابب تستنى وتشوف اللي جاي، وتتفرج على الرحله بتاعتي في القناه دي
ان شاء الله خير. مع السلامه. 100.